شيخ جمال أباك قواندنا متى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأنت درون نجوا فدو أسويني خي يخني نسر راغو دخون مجلس سبكبوي مسجد سبكبوي وسونتين متاخي يبكبوي تي أسو أو واسوان تيب لكي كان سامو غبا بادا قلبي تكنا لكي فتن سنرابر بادا الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رسول السلام محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد علماءنا بعد أما بعد قضيتنا قضية السلام قضية مهمة، لأن الإسلام جاء ليحقق السلام، ولأن السلام هو الحرية وهو الراحة وهو الحياة مع اختلاف في الدين واختلاف في العرق. لماذا؟ لأنه لا قيمة للحياة بدون سلام، بل لأن السلام ليس هدفا قوميا وليس هدفا وطنيا، بل هو هدف عالمي كما تعرفون، كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى اللي جاء به بالسفينة، لأنه السفينة، والسفينة إذا غرقت تغرق بالجميع. وأقول لكم لأن ضد السلام هو الحرب، وليس هناك حرب جيد وسلام سيء، لأن كل سلام جيد وكل حرب سيء. وأقول لكم الفتنة لما تجي تعم كل طالح وصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأقتصر كلامي لأنكم تعبتم من الصباح حتى الآن تجلسون وتستمعون. أقتصر؟ لا أقتصر إلا حتى أن أتكلم عن نقطتين مهمتين. لا تفرحوا أخوة الأعزاء، علماءنا، دعاتنا، شبابنا، أنا أريد أن أتكلم عن السلام وعن الحرب. وكما تكلمت عن السلام أريد أن أتكلم عن الحرب، والشيء لا يعرف إلا بضده، إنما تعرف الأشياء بأضدادها. وأقول الحرب أسوأ شيء عرفه الإنسان، ومأساة يستعمل فيها الإنسان أفضل ما لديه ليلحق به نفسه أسوأ ما يصيبه، وهو فتح باب غرفة مظلمة لن تعرف أبدا ما الذي سيحصل عند فتح هذا الباب. أنت مثلا لما تجي من الخارج إلى البيت، إذا كان البيت ظلمة فيه ظلمة، لما تدخل إلى البيت ما تعرف ما يطعنك في عينك أو في فمك أو في وجهك أو في بطنك. وأكثر الهروب تدور بين في غرفة مظلمة، وتدور بين أناس لا يعرف بعضهم البعض لحساب آخرين، لحساب أهل السياسة وللسلطة وللفتنة، وحتى لا يعرف بعضهم البعض ولا يقتلون بعضهم البعض. تعرفون أن أهل السياسة لا يتحاربون، بل يتحارب الشعب لمصلحتهم. وأريد أن أقول الحرب لا تهدد من هو صاحب الحق، بل هي تحدد من يبقى. واحد يخسر، واحد ينجح، واحد يموت، واحد يبقى. وأقول الحرب كما بالشريعة الإسلامية هو الخيار الأخير. وأقتصر كلامي بنقطتين مهمتين التي أريد أن أجعل كلامي هذا لها مقدمة. نحن نريد السلام. ما هو مبادئ السلام؟ نحن نريد السلام. ما هو مبادئ السلام؟ من أين يحصل السلام؟ من الذي يجي بالسلام؟ من الذي يخرب السلام؟ عندنا مثل معروف
يقولون بكوبة فرداتي في حرين قبنيجة نفان رموت. المشكلة أين؟ علينا أن نعرف المشكلة في أين؟ في وين؟ مبادئ السلام هو أولا الحكومة العادلة التي جاءت عن طريقة الانتخاب، والتي تنصر المظلوم وترد الحقوق إلى أهلها، والتي ترعى مصالح الأفراد. ثانيا مبادئ السلام التمكين للتعلم، وهو نهضة الأمة والوسيلة التي يستعان بها على عمارة الأرض. وثالثا الحفاظ على التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل وفتح أبواب الشغل لكل الناس لكي لا ينفجر الشعب كما تعرفون. ورابعا وهي الأخيرة الحفاظ على النظام الاجتماعي واستقرار السياسة والتعاون والتفاهم والحوار بين العلماء وبين الخبراء وبين الحكماء. وأخيرا أريد أن أقول مشكلتنا التي نحن نجلس لعلاجها ولحلها هي في مكانين. أولا مشكلتنا بعض أعضاء المجلس الفدرالي ورؤساؤنا الذين لهم علاقة بالدولة ببعض أشخاص الدولة، وكذلك بأهل الفتن الذين لا يهمهم مشكلة المسلمين، لا يهمهم المساجد المحروقة والمصاحف المقطوعة، ولا يهمهم أموال المسلمين المحروقة في خل العالم في بلادنا. حتى كما أنتم تعرفون اليوم الذي حرق منا 4 مساجد في موطة، وحرق فوق 400 بيوت خاصة للمسلمين. بعض رؤسائنا تعرفون أين هم، ما رأيهم، هم مع من؟ هل لهم علاقة بهذه الفتنة؟ عليكم أن تفكروا في هذه. وأقول وأنا أحلف بالله بعض رؤساء أهل المجلس الفدرالي، أنا لا أتكلم عن مجلس الأقاليم، أتكلم عن مجلس الفدرالي، عن بعض رؤساء مجلس الفدرالي أنا أتكلم عنهم. بعض رؤساء مجلس الفدرالي مثل فلان وفلان، هل أنتم رضيتم أنهم رؤساء؟ هل أنتم انتخبتم؟ هل لهم علاقة مع الشعب أم لهم علاقة مع أهل الفتن ومع رؤساء ومع بعض أشخاص الدولة؟ وأخيرا فتنتنا هي عند الدولة نفسها. نعرف فلان وفلان الذين يجلسون مع الدكتور أبي في المكان ويعملون ويحرقون المساجد ويخرجون الأموال الكثيرة من مال الدولة ويعملون ما يعملون. وأقتصر كلامي وأقول لكم يا علماءنا ويا حكماءنا ويا شبابنا، اهتموا برؤسائكم، فكروا في هذه. نحن نعرف بعض أشخاص عضو الفدرال لا علاقة لهم مع الرئيس. وأقتصر كلامي، فكروا في هذه القضية، ونحن لا نقبل بعض رؤساء المجلس الفدرالي ولا انتخبناهم ولا علاقة لهم مع الشعب إلا مع أهل الفتن. تعرفون ما تكلم شيخنا وإمامنا شيخنا الكبير شيخ آدم تولا، الفتنة اللي وقعت جنب مدينة هرب، ذبحوا الإمام وذبحوا المؤذن وحرقوا لحيته بالنار وجمعوا عليه الأخشاب وحرقوه بالنار ثم رموه في مكان يوجد فيه الضبع لكي يؤكل، ووجد بعد 3 أيام. إذا لا يهمكم هذه الأمر لا يهمكم شيء. وهذه الفتنة كلها لها علاقة برئيس مجلس الفدرالي. وأقتصر كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.